تخيل نفسك نزلت على كوكب الأرض، لقيت مفيش أرض، كوكب عبارة عن محيط أزرق، مفيش دول، مفيش قارات. فازاي أجسامنا هتتحاول تتأقلم مع الوضع؟ هيكون مفيش رئة، هيكون في خياشيم، الجلد هيكون أملس مطاطي عشان تقدر تسبح مع الطيارات، أما الشعر غالبا هيختفي. يعني المية مش فارق معاها تتشيك يور فيت شيت، مش فارق معاها حتى صيحات الموضة، فما تصحش. أما عيونك هتكبر عشان تتأقلم مع الضلمة، لأن ضوء الشمس ما بيوصلش غير لأول 200 متر وبعد كده ضلمة. مش هنكون كائنات حرة الدم، لأن الحفاظ على درجة حرارة الجسم تحت المية بيحرق طاقة كبيرة جدا، وده بيبطئ من عملية التمثيل الغذائي، فهنكون باردين جدا. يعني مفيش فاشون، بس هتكون كول. نتكلم بقى فيزياء شوية. المية أكتر كثافة من الهواء بحوالي 800 مرة. يعني السقوط مش خطر، لأن قطعات في النار مش هيكون ليها وجود. مفيش طبخ، مفيش أدوات، مفيش تكنولوجيا، مفيش كهرباء، فممكن نلجأ لأنظمة بتعتمد على الضغط والطاقة الكيميائية بتطلع من فتحات أعماق البحار. لكن المشكلة الحقيقية فعلا هي الضغط، لأن على عمق 100 متر بس الجسم بيتعرض لضغط أعلى 10 مرات. طيب هنقدر ننجو إزاي؟ ببساطة التطور. عظامنا هتبقى أكثف، أعضائنا هتبقى أقوى، والدم هينقل الأكسجين بشكل مختلف زي الحيتان كده. وأسماك الأعماق هنكون شبه الغواصات بس ليها عقول. ننقل بقى من العلم للخيال. عارفين عرايس البحر طبعا؟ هل ممكن تكون مش مجرد أسطورة؟ تقريبا كل حضارة قديمة عندها قصة عنهم. الإغريق عندهم السيرانيات، أفريقيا عندهم ماما واتا، اليابان عندهم نينوجو، وكلهم وصفوا عندهم كائنات شبه البشر، كيميائية وذكية وعندها جزء بشري. فالسيناريو المبني على الأساطير دي إن ممكن يكون جزء من البشر اختار الأرض، وجزء تاني اختار تحت المية وابتدى يستخبى هناك ويتأقلم ويكون له وجود جنب الفتحات الحرارية في أعماق البحر، ويتجنبوا بعيدا عن البشر. ممكن تكون الناس فاكراهم وحوش بحرية أو ظلال على أجهزة السونار. تحس اللي أنا بقوله ده جنان، بس مش مستحيل. ليه؟ لأن لحد دلوقتي 80% من المحيطات لسه ما اكتشفناش فيهم أي شيء. يعني تقريبا نعرف عن سطح المريخ أكتر ما نعرف عن قاع البحر. ده مش من بنظرية التطور، بس مجرد تفكير معاكم. متنسوش تعملوا لنا شير، لايك، سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، وتابعنا لو بتشوفنا على السوشيال ميديا. سلام.